أول شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول درس من مجموعة دروس اعتراف أداة النص. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتعلم كيف ما هي أدوات النص وما هي الأدوات الأوافية اللي تأثر على النص. عندنا أداة التكست، أداة الكتابة الأفقية. مثل ما نشوف الفوتوشوب يمكننا من استخدام أكثر من أداة للكتابة. أولا هي أداة الكتابة الأفقية، تكون الكتابة بالشكل العرض أو الشكل العادي المعروفة اللي مثلا أيضا الفوتوشوب قدم لنا خدمات أخرى للكتابة. مثل عندنا هسه ثاني شيء أداة التحريك. هذه الأداة تساعدنا على تحريك النص من مكان إلى آخر. الآن عرفنا شنو أداة النص. ثاني أداة هي أداة قناع النص. هذا تكتب بشكل العمودي، يعني نفس الكلمة. مثل ما شفنا كيف يكون الكتابة. الأداة الثالثة اللي هي أداة قناع النص، الكتابة الأفقية، يعني نكتب كتابة بس تكون على شكل تحديد. مثل تشوفون من نختار أداة التحريك شلون يظهر عندنا النص. وهذا النص يستخدم الكثير من التأثيرات إن شاء الله راح ناخذها بالدروس القادمة. عندنا الأداة الأخيرة ماكو داعي لشرحها، لأن هي أيضا هم الكتابة تكون على شكل تحديد على طول. شوف هاي النتيجة. هسه نجي نشرح شلون نضيف المؤثرات على النص. مثلا شلون نعدل الخط، حجم الخط، شلون نعمل له انحناءات أو التواءات أو تغيير لون أو تدرج أو إضافة توهج أو ظل أو ظل داخلي، نشوف أو نضيف له خامات. يشوفون اسم الورق حدده. عندنا أحجام من 6 إلى 72، وممكن إحنا نكتب الحجم اللي نريده. مثلا أكثر من 72 نكتبه يدويا 100 مثلا. من هاي عندنا 3 خيارات اللي موجودة هي أصلا في صندوق المواضيع بكل منتدى. يكون على شكل وسط أو على اليسار أو على اليمين. من هنا نحدد لغة الكتابة، نريدها عربية على اليمين أم إنجليزية على اليسار. من هنا نحدد اللون، شنو يكون لون الكتابة. شوف مثلا نغير اللون. عندنا من هنا نغير شكل الخط. مثلا هذا الخط، عندي هذا الخط أنا أريد أو هاي الكلمة أريد أجعلها مقوسة. هذا حرف التي اللي تحت قوس.
من مثل ما تعلمنا انه عن طريق هاي الأداة نغير الالتواء او الشكل. مثلا عندنا هنا انماط او يسموها ستايلات لكساء النص، يعني نعمل له كسوة للنص. عندنا كثير منها في الفوتوشوب، وبعض المصممين هم اللي يصنعوها، يعني ما يحتاجون انه يستخدمون اي نوع من انواع الستايلات. عن طريق هناك هذا السهم المتجه الى الاسفل نضغط عليه. عندنا مجموعة من الانماط او الستايلات. في عندنا انماط خاصة بالتأثير على النص. تكون هذه النتيجة. إن شاء الله بالدرس القادم نتعلم شلون إحنا نصنع الستايلات ونضيف مؤثرات على النص. في أمان الله.